كلنا فاكرين ركنيه ارنولد على برشلونه، بس قليل اللي يعرف جامع الكرات بطل اللحظه دي اتطرد من ليفربول ليه. الموضوع ده وراه حكايه. اوكلي كانونير الطفل اللي رمى الكوره بشكل سريع جدا لارنولد في ريمونتادا ليفربول على برشلونه، بيقولوا ان وجوده في المكان ده عمره ما كان صدفه، ان هو طلب بشكل مخصوص ان هو يبقى في المكان اللي جنب مرمى برشلونه، وده لانه بيتفائل بيه جدا لانه كان في نفس المكان وقت هدف لوفرين على دورتموند. الليله دي قال بعدها ان غيرت حياته، وان كلوب بنفسه شكره بشكل شخصي. كل وقتها توقع مستقبل حلو جدا للولد ده، وده حصل فعلا لانه سجل اكتر من 40 هدف مع الناشئين وسموه سواريز الجديد. لكن فجاه كل شيء راح وكأن في لعنه حلت عليه. اصابه مرعبه جدا في اوتار الركبه، ثم انتكاسه فانتكاسه فانتكاسه دمرت حلمه. اتمنى بقى ما تدمرش حلم انا كمان، تعمل لايك وفولو وتكمل الفيديو. الولد الصغير بعدها وصل لمرحله من اليأس وقرر يستسلم، وقال لوالدته ايه الفايده من كل اللي انا بعمله ده، انا جسمي مش قادر يساعدني. اثناء ما هو بيتعالج ليفربول صعد مواهب اصغر منه وخدت مكانه. اوكلي دلوقتي عنده 21 سنه وعقده هينتهي الصيف الجاي ومش هيتم تجديده. بطل الظل اللي صنع افضل ريمونتادا في تاريخ انفيلد دلوقتي مش ناقل نادي، وزي ما اتقال فعلا قبل كده ان الكوره غداره تطلعك السما في ثانيه وتنزلك بعدها على طول على الارض. المهم انت بقى قول لي، ممكن نشوف اوكلي في نادي تاني بره ليفربول، ولا مسيرته هتنتهي عند مجرد جامع كرات محظوظ؟ تصحابكم السلامه.